السلام عليكم. ان شاء الله النهارده طبعا زي ما انتم عارفين كل مره بنروح سوق السيارات المستعمل في مثلا طريق العين السخنه، وبنشوف برضو الحاجات المستعمله والاسعار المستعمله والدنيا ماشيه ازاي. جات لي اقاويل كتير وجات لي حاجات كتير قوي، يعني انقل نفس الفكره ان احنا نروح سوق السيارات الزيرو ونعرف الاسعار ماشيه ازاي، وانت وقاعد في بيتك هتعرف كل حاجه ماشيه ازاي في سوق السيارات المستعمل. هتعرف سعرها، وهتعرف كمان التقسيط بتاعها على مدار السنه والسنتين والخمسه. كمان هتعرف عربيه ان كانت بالسعر الرسمي او عليها يعني اوفر برايس لا قدر الله. هتعرف كل حاجه. فادعمني بقى في الفيديو ده لان احنا بنعمل مجهود كبير قوي. اعمل لايك وشير ضروري قوي قوي للفيديو ده، لان ان شاء الله كل اسبوع نقتحم اي معرض كده من المعارض اللي هي زيرو ونعرف كل الاسعار ماشيه ازاي. النهارده نبتدي على بركه الله على طول، مش عايزين نطول عليكم. في معرض اكستريم اوتو من فرع المعادي. فحاسب لك تليفون الاستاذ محمد، برضو اكتب لي في الكومنتس انت محتاج ايه الاسبوع اللي جاي اصوره لك ان شاء الله. النهارده مجموعه عربيات كتيره جدا هنصورها ان شاء الله، ونبتدي على خيره الله. يا استاذ محمد ازيك، عامل ايه؟ وحشنا كبير والله العظيم. انت اكتر والله. كله تمام، كله زي الفل. ممكن تقول لي مبدئيا الفرع ده فين بالظبط؟ بص، الفرع ده اكبر فرع الاكستريم اوتو. ايوه، موجود في المعادي، زهراء المعادي، محور اسمه حسب الله الكفراوي عند نادي الصيد، قريب من الدائري وكارفور المعادي، وجنب كمان اكاديميه النادي الاهلي، وجنب المدرسه الانترناشونال. بسم الله ما شاء الله. شايف انا مجموعه عربيات كتيره يا استاذ محمد. طبعا. نبتدي على خيره الله. يلا بينا. او مبدئيا ما عندكش فيرنا ممنوعات؟ مش موجود هنا. مش مشكله، خلاص. يلا تعالى بقى نبتدي على طول. ممكن سريعا كده يا استاذ محمد، انا اسف جدا، ممكن نبتدي بالسبورتج دي، تقول لي مواصفاتها؟ طيب، السبورتج دي هي تعتبر ثالث فئه. بانوراما. بانوراما، بس يعني دي الرابعه، انا اسف في الكلمه دي، الفئه الرابعه. حلو. تنزل صن روف بانوراما، كاميرا 360، الجانت الكبير. بس هي الفكره كلها ان العربيه دي ما بتتباعش باوفر برايس. العربيه دي عليها خصومات كمان لو بتاخدها في حاله التقسيط على مده 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين، وبتدفع مقدم 50%، تقدر تاخدها هنا في اكستريم، علشان احنا يعتبر ده عيد ميلادنا الثالث او الرابع، مش فاكر بالظبط. كل سنه وانت طيب يا ريس. وانت طيب يا ريس. بس عاملين عروض حلوه قوي في عروض التقسيط، زي اجرامات الذهب او كاش باك يوصل ل 100,000 جنيه. طب ما تقولي سعرها كده يا استاذ محمد بعد كده. حاضر، هقول لك سعر العربيه. يعني خلينا نبدا من اول فئه خالص. اول فئه في العربيه دي بتبدا من 1,700,000، اللي هي الفئه الاولى بالظبط كده. ما حصلش عليها لسه يا استاذ محمد اي خصومات في التوكيل ولا اي حاجه؟ لا، طيب. مفيش اي خصومات حصلت عليها بصراحه. الفئه الاولى 1,700,000، الفئه الثانيه تقريبا 1,800,000، والفئه الثالثه اللي هي الهاي لاين ايوه 1,950,000. يبقى الفئه الرابعه بكام بقى؟ الفئه الرابعه ب 2,150,000. ب 2,150,000 بالظبط. تمام. طبعا تقسيط مسموح والكلام ده. تقسيط مسموح، مفيش ادنى مشكله فيه. وكمان في كاش باك زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. الكاش باك كام بقى؟ ممكن يوصل ل 100,000 جنيه تمام. من المعرض ومن بنك. ده عرض عاملينه مع مصرف ابو ظبي الاسلامي. طيب ناخد بقى عربيات برضو الاقتصاديه اللي بتحبها الناس. ندخل على الام جي زد اس. الام جي زد اس واللون الاحمر ده الشياكه قوي. دي بقى اي فئه تعتبر؟ دي الاعلى فئه خالص. الرسمي بتاعها 1,050,000. ايوه. العربيه دي شغاله في بعض المعارض باوفر 20. تمام. لكن احنا هنا في اكستريم زي ما وضحت لك، انت ممكن تقدر تستلمها في حاله التقسيط باقل كمان من سعرها الرسمي. تمام. يعني دي اعلى فئه 1,050,000 ده الرسمي بتاعها. لكن برضو لو استلمتها كاش عليها اوفر برايس. برضو الاوفر برايس يتراوح من كام لكام؟ 20,000 25,000 على العربيه دي. ليه؟ لان عددها قليل شويه في السوق. تمام. لكن تقدر تاخدها في حاله التقسيط باقل من السعر. طب معلش انا اسف، الفئه الاولى بكام؟ الفئه الاولى ب 930. الثانيه مفيش تانية. هي بتنزل في هي موجود الكومفورت اللي هي اول فئه خالص، اللي هي الديزاين القديم، الشكل القديم، واعلى فئه خالص اللي هي اللي موجوده دلوقتي. حلو قوي. عربيه جميله طبعا 1500 سي سي، والفتيس بتاعها اوتوماتيك عادي جدا، ما فيهوش اي هري ولا اي حاجه. بس بتزيد بقى الاعلى فئه زي ما قلت لك، الكراسي الكهرباء، الصن روف البانوراما، ما شاء الله، شويه الاوبشن بقى والدلع. الاموره دي بقى شكلها تيجو 4. تيجو 4 برو. حلو قوي. ودي البديل عن التيجو 3، والبديل كمان عن المنافسين بتوعها. لو انت مستغل الام جي زد اس تاخد دي ارخص شويه. فطبعا لان تقفيل محلي. بس ما يعني ما بكدبش عليك، انا ارشح الام جي زد اس الصراحه. يعني كل واحد وعلى حسب البادجت بتاعته. طيب ما تقول لي كده كبير الفور، معلش. الفور برو اللي واقفه قدامنا دي هي تعتبر التربو.
أيوة. النسخه التربو اللي هي بتنزل 1500. كام السيستم؟ ايوه 1500. 1500 تربو. حلو قوي. حلو الكلام. بس العربيه دي بتتباع بالسعر الرسمي 980000. لكن برضه عشان نبين للساده المشاهدين ان دي 1500 سي سي تربو، والام جي زد 1500 سي سي عادي، تنفس طبيعي. تنفس طبيعي بالزبط. عشان الناس تعرف الفرق ما بين دي ودي. طيب ودي ما عليهاش اي خصومات اي حاجه يا استاذ محمد؟ عليها نفس الخصومات، بس كل الخصومات دايما اللي بتعملها في المعارض، او احنا زي ما معودين عملاء اكستريم اوتو، في العملاء بتاعه التقسيط دايما بيبقى ليها النصيب الاكبر في الخصومات. حلو قوي. لكن حلو في حاله الكاش هي العربيه بالسعر الرسمي، ما عليهاش اي اوفر، ما عليهاش اي حاجه. يعني دي ما عليهاش اوفر برايس الحمد لله. لا. ندخل يا باشا على الام جي 5 برضه حبيبه الملايين. الله اكبر برضه يا اخي، اللون الاسود في الام جي 5 حلو مش وحش. اللون الاسود فيها حلو برضه. في منها اللون السيلفر حلو برضه، وفي منها اللون الاحمر برضه. يلا يا باشا توكلنا على الله. العربيه دي المنافس بتاعها في الفئه السعريه بتاعتها هي النيسان سنترا. الاثنين أيوة. تعتبروا في البادجت واحد. الرسمي بتاعهم هم الاثنين واحد 900000. ماشي. ولكن الاثنين برضو بيتباعوا اقل من السعر الرسمي بتاعهم. بيتراوح السعر في السوق دلوقتي، او في اكستريم، او في مدرج في السوق الزيرو. ايوه. ان العربيه بتتباع ب 880 اعلى فئه اللي هي 26. اعلى فئه معلش بكام؟ 880 890 اعلى فئه اقل من الرسمي ب 20 10000 20000 في الرينج ده. هنخش احنا كده كده على السنترا. طبعا دي الاعلى فئه تقريبا ولا دي اي فئه؟ دي الاعلى فئه خالص. يعني دي فيها الكراسي الكهرباء وفتحه السقف والكاميرا 360 والاربعه ايرباك بورد. تمام خلاص. يعني الام جي طبعا دي مقفوله بس ممكن لا الام جي كده كده معروفه للناس كلها. ندخل بقى للمنافس بتاعها بقى. هو المنافس السنترا بقى. السنترا يا جماعه اللي احنا عملنا فيديو عليها قديم لو تفتكر. طبعا. وكانت محطمه الاسعار في بثلاث ثمانيات. طب النهارده بكام يا استاذ محمد؟ رسمي بتاعها 900000 برضه، وعليها برضه الخصم. رسمي؟ سعر هي زادت شويه كمان؟ سعر الوكيل بتاعها وصل ل 950 في فتره من الفترات. وبعد كده رجع ل 900000 دلوقتي حاليا في التوكيل. ولكن في السوق دلوقتي بتتباع برضه بخصومات عن السعر الرسمي. عليها خصومات كام يا استاذ محمد؟ ممكن 10 20. يعني ممكن نقول مثلا 880 مثلا. بالظبط. ممكن توصل ل 880. يعني انا لو هستلمها كاش من عندكم ممكن ادفع 880 واستلمها كاش ان شاء الله. بس انت عارف برضو ان الاسعار كل يوم. طب دي عليها اوفر برايس؟ لا عليها خصم من الرسم. ممكن السنترا استلمها من اكستريم اوتو ب 880. ودايما الاسعار بتتغير برضو عشان اوضح لك النقطه. فاحنا كل يوم في اسعار جديده، بس استنى ما زال ان احنا اقل سعر في السوق. تمام. انا العربيه دي بحترمها جدا جدا بصراحه. يعني ندخل بقى على اللكجري شويه. تعال عشان برضو الزحمه والعربيات. قمر دي ايه دي جايه من الفضاء دي ولا ايه؟ دي العربيه الام جي 7 عربيه تحسها جايه من الفضاء، طياره من قدام. عربيه ممتازه قوي العربيه بس سعرها مش حلو عشان اكون صريح معاك. بص طيب هو لو تعالى كده نرجع ورا شويه ونصورها للمشاهدين. تعال قول لي السيستم بتاعها، قول لي دي عليها كام اوفر برايس ولا ايه؟ بص العربيه دي المفروض ان هي بتنزل تو كاتيجوري، فئتين. ايوه. فيها اللكجري وفيها اسمها تروفي. ايوه. الفئه المفروض الرسمي بتاعها 1,590,000. ده الرسمي بتاع اول فئه. 1,590. ده الرسمي بتاع اول فئه. ولكن هي بتتباع باقل من الرسمي. علشان برضو انت قلت في الاول خالص ان ممكن يكون سعرها مبالغ فيه شويه. جدا. والمنافسين يعني بتوعها الى حد ما نزلوا. ده فريملس كمان. لا ده حكايه. طبعا دي الجي 7 يا الجي سوري الادعان. وطبعا زي ما قال الاستاذ محمد مفيش وجه مقارنه بينها ما بين الكورولا في الاوبشنز والكاتيجوري وايه ده. لا حاجات كتير قوي، شاشات ويعني حاجه مختلفه تماما. لكن انا زي ما بقول لك المفترض العربيه دي ينزل عليها، يعني مفروض ينزل عليها تخفيض، لاني كده يعني زي ما بقول لك عليها تخفيض دلوقتي. خلينا نتكلم على لا انا بتكلم على تخفيض رسمي من الشركه نفسها، ده بتكلم عنه. مظبوط. لا بس هو حاليا لحد دلوقتي التوكيل ما عملش اي تخفيضات عليها خالص. لكن العربيه تحفه وسعرها الرسمي ستيل ما زال زي ما هو 1,590,000. عربيه تحفه. يلا نطلع من بره بعيد من الزحمه دي ونشوف عربيات تانية. هوبا حبيبه الملايين الشحروره. ده انا مش واخد بالي. يعني انا والله مش عارف، ده انا ما خدتش بالي ان هي واقفه هنا. بنت اللذينه دي الملكه دي اللي بتكسب دايما. دي اللي مدغدغه الكباري في تراخيص كل شهر. هي تعتبر عربيه من فئه النيسان. هي تعتبر اكتر مبيعا من اول السنه لغايه دلوقتي. المتربعه على عرش اكتر عربيه مترخصه في السوق. هي فعلا متربعه على العرش. هي متربعه متربعه الكباري كمان برضه ما شاء الله يعني. طيب يا باشا الشحروره دي اول فئه بكام؟ الرسمي بتاعها 690. ده اول فئه اوتوماتيك. اول فئه اوتوماتيك. بس ما فيش منها مانوال يا استاذ محمد. لا حاليا في السوق مش موجود منها مانوال. حلو قوي. وكله بيتجه للاوتوماتيك دلوقتي. تمام. 600 وكام اول فئه؟ و90 اول فئه.
عليها اوفر برايس؟ عليها خصومات، هي بتتباع بخصومات عن السعر الرسمي. كام بقى لو هستلمها رسمي؟ والله الخصومات بتاعتها بتتراوح من 10 20 على حسب وقت ما احنا، يعني تقريبا 670 مثلا وارد استلمها ان شاء الله. يعني ايه وارد؟ مش فاهم برضه يعني. ما زي ما وضحت لك في اول الفيديو خالص ان الاسعار كل يوم بتتغير. حاليا في الوقت الحالي هي عليها خصومات توصل ل 20000 جنيه. النهارده ب 13 ديسمبر 2025 ممكن استلمها ب 670,000 مثلا. ده في حاله الكاش. في حاله الكاش. ممكن. طب اقول لك ايه معلش، ممكن يعني نوصل بقى في حاله التقسيط لاقل من 670. انا بقى هستاذنك ودي هتعبك فيها بقى معلش. معاك. ما رضيتش انا اتعبك في العربيات اللي، لكن خلينا في العربيات لقمه العيش والعربيات الشعبيه. العربيه دي ب 670,000 كاش، طيب لو انا هاخدها تقسيط هتبقى بالسعر الرسمي؟ لا هندخلها عادي جدا. 680 او 670 بالظبط. حلو قوي. لو انا مثلا عايز اقسط العربيه دي وليكن مثلا هدفع 50%. حلو. 50% اللي هي كام؟ 345 335. ماشي. المتبقي ده على 5 سنين يبقى كده كل شهر بالتقريب، مش لازم بالظبط يعني. بالتقريب في رينج يعني. هيبقى في رينج 9000 جنيه كل شهر. حلو. لمده 5 سنين، يعني من 9 ل 10 في الشهر. وبيبقى عليها 5% كاش باك، قيمه خصم كمان حلوه يوصل ل 10000 جنيه بعد الترخيص بتستلم. ما شاء الله. بصوا يا جماعه، النيسان الصني اول فئه بس تقريبا دي المعاند الثانيه، بيقول لك اني على الخمس سنين في حاله تدفع 50% التقسيط الشهري ممكن يبدا من 9000. يعني 9000 بقى اللي عايز ياكل عيش، اللي عايز يجيبها لاسرته. عربيه اعتماديه جدا 1500 ولا فيها فرق ولا فيها اي حاجه، زيوت فلاتر يا باشا وميه وعيش حياتك. وسيبك بقى من اللي يقول لك بقى خفيفه والصاج خفيفه. عربيه يا جدعان شئت ام ابيت هي المتصدره المبيعات. متصدره المبيعات ليه؟ لان يا جماعه العربيه اعتماديه بطريقه غريبه جدا العربيه الصراحه يعني. فبسم الله ما شاء الله. يبقى يا محمد العربيه دي ممكن تبتدي تقسيطها من 9000 جنيه. لو دفعنا 50%. لو دفعنا 50% العربيه الام جي مظبوط. بالشكل الجديد. قبل ما نخش على العربيه دي انا عايز ادخلك العربيه حلوه. بص هي عامله ضجه حلوه قوي في السوق. هي الشنجان سي اس 55. دي من زمان، دي بقى لها سنه متربعه برضه. حاليا لحد دلوقتي تعتبر ارخص عربيه اس يو في، الكومباكت اس يو في مجمعه هنا في مصر. طيب تبع توكيل غبور. ما شاء الله. بس انا سمعت ان العربيه عليها اوفر برايس. لا العربيه دي حاليا احنا لما جينا صورناها المره اللي فاتت كان عليها اوفر برايس. المره اللي فاتت كان من كام شهر فعلا كان بتتحط عليها اوفر برايس. اتشال عليها الاوفر برايس. العربيه اوريدي كانت لسه جديده في السوق، كان كميتها مش موجوده تغطي العربيه اللي عليها. يبقى للساده المشاهدين اسمها وسعرها. شنجان سي اس 55 اعلى فئه. شنجان اس 55 بالظبط. ايوه اعلى فئه فيها اللي هي بتنزل صن روف بانوراما، الشنطه كهرباء، كاميرا 360، الاضاءات فول ال اي دي. عربيه زي ما هي موجوده قدامك بكل الوانها بالسعر الرسمي 1,180,000. 1,180,000. في منها فئات يا محمد ولا؟ في منها فئه اقل، المفروض الرسمي بتاعها 1,50,000. ماشي. هي مفتوحه العربيه ولا؟ مفتوحه. اتفضل. طب تعالى كده بزر العربيه يا جدعان، برضو شكلها تهبل صراحه يعني. الله اكبر. دي مفتوحه طبعا. انت داخل برضو دي تقفيل. تخيل دي تقفيل العربيه دي تجميع محلي تبع توكيلها. تجميع محلي بالمنظر الجمالي ده. بالظبط. يعني انا بص يا جدعان، دي تقفيل محلي. تخيلوا احنا وصلنا في الكواليتي. ايه يا اخوانا ده؟ بص القفله بتاعتها، ده تقفيل محلي. تخيلوا يعني. لا طبعا في تقدم رهيب جدا. طبعا في مصانع كبيره قوي بتعمل بقى الكراسي والحاجات دي، لكن لا الوضع اختلف عن الماني بقى. وطبعا ادي السروف او بانوراما. العربيه يا جماعه كتقفيل انا عجباني العربيه دي بامانه. محمد دي 1500 سي تيربو ولا 1700؟ 1500 تيربو برضه. تمام. بس في برضه عربيه تانية احنا برضه كنا لما بنتكلم على النيسان صاني نسينا نذكرها ان سعرها نزل. اللي هي كانت العربيه بتتباع ب 800,000 عليها خاص. يلا ندخل عليها بعد اذنك. يلا بينا. بعيده ولا ايه؟ ايه قدامك اللي في وشنا دي. خلي بالك رينو تاليانت شكلها من قدام قريب قوي من الميجان. قريبه واخده نفس الدي ما شاء الله يعني شكلها حلو. شكل الشبكه والفوانيس والعلامه بتاعتها من قدام. لكن برضه يا محمد دي 3 سلندر عشان برضه تكون 3 سلندر 1000 سي سي تيربو، ما يعوقكش في اي حاجه او ما يقلقكش من اي حاجه خالص. العربيه اقتصاديه جدا في استهلاك البنزين. سعرها هو اللي بقى مغري ان مفيش عربيه مستورده. كام بقى بالله عليك؟ السعر ده حاليا العربيه دي بتبدا من 675 و 725. هي بتنزل فئتين بس، والفئه اللي متاحه دي اللي هي ب 725. الفئه الاولى مش متاحه يعني؟ متاحه برضو عندنا بس مش واقفه دلوقتي عشان نعرف نصورها او نتفرج عليها. تمام. طب مفتوحه ولا مقفوله؟ اتفضل. طيب يلا نشوفها قبل المغرب ما ياذن علينا. عربيه حلوه 725 كابعاد. طبعا كابعاد. لا مش لازم. تعال ندخل على حاجه تاني. ماشي. لكن هي طلعت معروفه. تعال طبعا عربيه حلوه. اللي عايز بقى، هي بس كل الفكره ان الناس بتخاف من حته ال3 سلندر بس كده.
هو ده الحاجه المخيفه فيها. عربيات كتيره قوي ان شاء الله. وهنحاول محمد برضو التيجو 7 الناس برضو طالباها كتير، وعربيه عليها ما شاء الله طلب حلو. ما تقول لي كده سعرها يا استاذ محمد. بص العربيه دي قليله شويه في السوق. ليه بقى قليله بقى؟ يعني في مشاكل في التجميع بتاعها شويه، او الكميات اللي بتخرج من مصنع غبور مش كبيره تغطي احتياج السوق دلوقتي. ايوه. العربيه دي شغاله في اول فئه ب 930، ده اول فئه. 930 ده اول فئه؟ امال الفئه الثانيه بكام؟ مليون و10. مليون و10 بس دي ما حصلش عليها تخفيض يا اخي. ما حصلش عليها تخفيضات. يعني كل الشيري حصل عليه تخفيض مع العربيه دي، اشمعنى بقى؟ عشان هي عربيه برضو كبيره في الحجم شويه، موتورها 1500 تربو. تمام. الناس برضو ستيل ما زال بتجري عليها. هي اللي جنبها ايه بقى؟ اللي جنبها تيجو 8 دي اختها الكبيره، لا تيجو 7 دي برو تيجو ماكس. 7 برو. برو ماكس بالظبط. الله الله الله. بكام بقى البرو ماكس بقى؟ البرو ماكس في منها فئه هقول لك دلوقتي حالا سعرها كام. يبقى احنا عندنا تيجو 7 وتيجو 7 برو ماكس، وعندنا تيجو 8 وتيجو 8 برو. ده ايه ده؟ ده عيله. دي عيله يا باشا بالظبط. العربيه دي بتبدا لل 7 برو ماكس، في منها الفئه الكومفورت ودي بمليون 200، وفي منها اللوكسجري الاعلى فئه مليون 330. حلو قوي زي الفل. هنختم بقى بالاسطوره بقى، اسطوره والملكه المتربعه على عرش كان زمان اسمها سيت، لكن طلعت من سيت دلوقتي وبقى ليها اسم لوحده، كوبرا. بص هي سيت تيرامارا دي دي كوبرا دي تعتبر بتاعت علامه او براند سيت. ايوه. سيت تيرامار هي عربيه كويسه جدا، بتتبني على نفس قاعده الشاسيه بتاعت الفولكس تيجوان. ايوه. العربيه دي حلوه قوي، العربيه ممتازه، ديزاين بتاعها مختلف التيجوان، وسعرها كمان مختلف عن يلا نشوف سعرها كام. قول لي كده يا باشا ندخل عليها. كوبرا تيرامارا وفي كوبرا ليون، خلي بالكم يعني صح كده؟ كوبرا ليون واقفه ورا شويه. هنصورها، احنا صورناها ولا صورناهاش؟ مش متاكد. نختم بيها معلش. الكوبرا تيرامارا بكام يا استاذ محمد؟ الكوبرا تيرامار في عندنا منها فئات 25 بس دي قليله قوي، بتتباع باقل من السعر الرسمي اللي هو ممكن يوصل ل 2 مليون 50، والرسمي بتاعها 2 مليون 300 تقريبا. يعني عليها خصم من الرسمي كمان يعني ما شاء الله. خصم من الرسمي يوصل ل 250 تقريبا. تمام. طبعا الديزاين اعلى 150 يعني في اكبر بالظبط. تعالى نبص على الاقل منها شويه يا جماعه، اللي هي الكوبرا الليون، صح كده يا باشا؟ مظبوط. اهي بنت اللذينه مستخبيه اهي. انا مش عارف احنا صورناها ولا صورناهاش. ممكن يعني اقل عادي نختم بيها. اقل في الحجم شويه. طيب بكام الكوبرا الليون يا استاذ احمد؟ بص الكوبرا الليون موديل 26 متوفر كل الالوان بتاعتها، بتتباع ممكن خصم 10 من السعر الرسمي. الرسمي بتاعها مليون 775. الكوبرا ليون مليون 775. يعني ايه 75 دي ضريبه دي ولا ايه؟ مش ده الرسمي بتاعها للتوكيل نزله. انا تعبتك معايا يا استاذ محمد النهارده، شرفنا بحضرتك. ان شاء الله لينا مقابله كل فتره كده نعرف الاسعار نزلت، ويا رب ان شاء الله الاسعار تنزل يعني. يا رب اجي لك كل مره تفرحني وتقول لي يا اسواني الاسعار نزلت تعالى لي، لان انت لو قلت لي الاسعار رفعت انا مش هاجي لك اصلا. فكل ما هتقول لي الاسعار نزلت وعندي عروض هتلاقيني جاي لك. كده دايما عندنا عروض هنا في كستريم، وهي معودانا دايما يبقى في عروض. تمام. وكمان في مفاجاه لعملاء. قول يا باشا سريعا. من طرف حضرتك. الله يكرمك. ايه العملاء، ايه العروض بقى ان انا ممكن اديك يعني اي حد جاي من طرف احمد الاسواني قصدك يعني؟ ماشي قول لي. ممكن ادي لك عرض حلو قوي ان باقل فايده ممكنه لو في حاله التقسيط توصل ل 9%. 9% دي تاخدها مع بنك شغال معانا احنا على مقدم 50%. دي هيبقى يعني هعرف اظبط لك سعر العربيه كويس جدا مع نفس الفايده اللي هي 9% دي اللي هعرف اديها لك. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. ده شرف ليا طبعا. ربنا يكرمك ونشوفك على خير. كان معكم يا جماعه احمد الاسواني من اكستريم اوتو، فرع الكبير بتاعهم الرسمي في المعادي. ان شاء الله كل فتره كده معاكم، كل ما الاسعار تنزل ان شاء الله نجي لكم ونبص بصه كده سريعا. شكرا للمتابعه يا جماعه. ما تنساش لايك وشير. ان شاء الله كونوا معنا في سوق السيارات المستعمل، وكمان في الاسواق الزيرو. كل ما يحصل مفاجآت وكل ما تحصل عروض هتلاقونا يعني في